انا دايما بقول ان عمليات السمنه مش بس للي جرب كل حاجه، الحقيقه في وقت مناسب انك تعمل فيه عمليه من عمليات السمنه، لا هو بدري قوي ولا متاخر. زي مريض مثلا ما جربش يعمل دايت ولا مره قبل كده وعايز يعمل عمليه، غلط، لازم نحاول مره واتنين قبل ما ناخد قرار ان احنا نعمل العمليه. في نفس الوقت ما ينفعش ناخر القرار لحد ما يبقى عندنا مشاكل صحيه تضر جسمنا وده وقت مش مناسب. يعني ايه؟ يعني انا مريض دلوقتي عندي سكر او بدايات سكر ومش قادر اسيطر على الوزن او انزل الوزن، ده وقت مناسب لاجراء العمليه لانه بنسبه كبيره جدا هيلغي لك مرض السكر. مرضى كتير عندهم دهون الكبد، ده منتشر جدا، بيسيب الموضوع ويفضل يزيد في الوزن وما بياخدش قرار ان هو ينزل الوزن بتاعه او يعمل العمليه لحد ما الموضوع يوصل لتليف للكبد. الذكاء ان احنا نساعد المريض انه ياخد القرار في الوقت المناسب، ما ياخدوش بدري جدا او يتاخر عن الوقت المناسب للقرار. وخلي بالك ان قرار انك تعمل العمليه مش تهرب من محاولات نزول الوزن او معناه انك فشلت في نزول الوزن، احيانا كتير بتكون العمليه هي الحل الوحيد. هل انت شايف ان عمليه السمنه هي الحل الاخير ولا قرار ذكي بناخده في الوقت المناسب؟ سيب لنا رايك في الكومنت.